مرحبا بكم متابعي قناة وردنا الآن الإخبارية. ما تنسوش الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش نجيب لكم أكثر المعلومات الحصرية والخاصة. في لحظة مفاجئة وقع حادث صادم داخل أحد المعاهد ليترك الجميع في حالة من الصدمة والذهول. تلميذ في ريعان الشباب يسقط فجأة في وسط حصته الدراسية. لكن ما الذي حدث في تلك اللحظات؟ هل هو مجرد حادث عارض أم أن هناك سببا خفيا وراء هذه الحادثة المأساوية؟ في هذا الفيديو سنكشف لكم تفاصيل الحادثة التي أثارت الكثير من التساؤلات، وسنتناول العوامل التي قد تكون وراء مثل هذه الحوادث المفاجئة. تابعونا حتى النهاية لمعرفة التفاصيل الكاملة وكيفية الوقاية من مثل هذه المخاطر التي قد تحدث في أي لحظة. فقد شهد معهد النفاتية من معتمدية شربان بولاية المهدية حادثة أليمة تمثلت في وفاة تلميذ يبلغ من العمر 16 سنة يدعى أنس الحفيان، وذلك أثناء ممارسته لأنشطة رياضية في بداية حصة التربية البدنية. الفقيد وهو تلميذ بالسنة الأولى من التعليم الثانوي وأصيل منطقة القواسم تعرض إلى وعكة صحية مفاجئة يرجح أن تكون ناجمة عن سكتة قلبية وفق المعاينات الأولية. وقد تم نقل الجثمان إلى قسم الطب الشرعي قصد إجراء التشريح وتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة. وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة الحديث حول مخاطر السكتة القلبية المفاجئة لدى الشباب، خاصة أثناء ممارسة الرياضة. فرغم ندرة هذه الحالة إلا أن نتائجها تكون في أغلب الأحيان خطيرة. وتشير الدراسات إلى أن مثل هذه الأزمات الصحية قد تكون ناتجة عن مشاكل قلبية خلقية غير مكتشفة، مثل اضطراب في نظم القلب أو تضخم بعض أجزاء عضلة القلب. من جهة أخرى قد يساهم الإجهاد البدني المفاجئ دون تمهيد، خاصة في أجواء مناخية حارة أو في غياب التهوئة الكافية، في رفع معدل الضغط على القلب، مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. كذلك فإن بعض العوامل مثل قلة شرب الماء أو الضغوط النفسية الزائدة وأحيانا التدخين المبكر قد تفاقم هذه المخاطر الصحية، خاصة إذا لم تكن هناك رقابة طبية أو متابعة مستمرة. وفي هذا السياق يؤكد الأطباء على أهمية إدماج فحوصات طبية دورية داخل المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى ضرورة توفير معدات الإنعاش الأساسية وتدريب الإطار التربوي على التدخل السريع في مثل هذه الحالات.